لا، الحقيقة مع احترامي للزميل دكتور وزير الآثار ممدوح الضماطي، أنا أتشكك أنه كان يقصد هذه العبارة بالتمام، لأن مثل هذا التصريح وخاصة من مسؤول في الآثار فهذا بيحطم نظرية كاملة لضيق الوقت لا أستطيع أن أشرحها عن الحضارة المصرية القديمة. وقبل كده برضو أنا نقدت معالي الوزير في مسألة البيراميد سكان وبالذات عن الهرم الأكبر، وتم نشر بعض هذه المواضيع في الجرائد أو على اليوتيوب. بالنسبة لحكاية إن عدم تعامد رمسيس أو الشمس في معبد أبو سمبل ودي كانت بالصدفة، أنا أقدر أقول إنها بالصدفة والحنكة في نفس الوقت، لأن أنا واحد كمتخصص في الآثار. باختصار شديد، كان الملك رمسيس لا يريد أي ذكر للإله أوزير إله العالم السفلي، فعندما بنى هذا المعبد وحط الإله بتاح مجاملة لأهل منف في الشمال، فلم يعطي فرصة للشمس أنها تقابل بتاح على أساس أنه رب العالم الآخر أو رب الظلام، فحل محل أوزير. لا، فما اقدرش اقول انها بالصدفه يا معالي الوزير، لان رمسيس عملها قصدا الا تقابل الشمس الاله بتاح. دي نمره واحد. نمره اتنين، المعابد، واحنا هنهتم بالمعابد الهامه والتي كان يتم فيها التحنيط. هذه المعابد يقال مجازا طبق المدرسه الالمانيه اسمها معابد الوادي. إذا كان مصمم هذه المعابد ومنذ عهد الدولة القديمة كان بيقول لك إن إحنا بنعمل الشرافات وأكثرها مثلا 12 أو 8، بحيث الشمس بتلف في 8 ساعات أو 12 ساعة بتوعها، النوافذ الفتحات، النوافذ تمام. فبتنزل هذه الأشعة على الأرض المعمولة من المرمر الشفاف الأبيض فتنير المعبد، لأنه لا يمكن أن نستخدم الشموع من دهن الحيوان، لأن مثل هذه الروائح لا تخرج من دهن الحيوان قد تفسد بفطر من الفطريات عملية الموميا نفسها، فلا يمكن استخدام مثل هذه الشموع. فكان مقصودا ان الشمس اذا الشمس تدخل الى معبد ابو سمبل او المعابد الاخرى عن قصد وليس بالمصادفة. فأنا اتكلمت في عجالة سريعة عن معبد أبو سمبل، وفي عجالة أسرع عن معبد الوادي اللي يتم فيه التحنيط. تلاقي الشمس بتخش بالقصد على الأرضية من المرمر الشفاف الأبيض لكي تنيره.